راك غلط الا كيصحاب ليك الحرب اللي واقعه دابا بين ايران واسرائيل بعيده عليك. راه كل نهار كيدوز كيقرب لنا المشكل. اول حاجه غادي تطلع هي المازوت وليسانس، يعني عاوتاني غلاء ديال الاسعار اكثر من اللي كنعيشوه، حيت الغلاء القديم ديال كورونا والحرب في اوكرانيا باقي ما سالاش. وإلا سدات ايران مضيق هيرمز راه الربع ديال التجاره الدوليه كدوز من تماك، يعني ازمه عالميه واللي كيخلص هو المواطن البسيط بحالنا. وما تنساوش هاد الحرب فيها اسرائيل، واللي مازال ما فاقش اسرائيل ماشي دوله عاديه، راه خدامه عند الغرب بحال الزرواطه اللي كيضربوا بها اي بلاد كترفض تمشي معاهم في داكشي اللي بغاو. كون اكيد الا ربحت اسرائيل هاد الحرب غادي تولي دوله قويه في المنطقه اكثر ما هي قويه دابا، وحنا غادي نوليو تحت رحمتها، وغادي تولي تقول لنا شنو نديرو وحنا غير ساكتين. ردوا بالكم، راه ماشي غير حرب بين جوج ديال الدول، هذه حرب غادي تحدد مصير الشعوب العربيه والاسلاميه كاملين.